إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا لغاية عظيمة، وهي أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نكفر بكل ما يعبد من دونه. لأجل هذا أرسل إلينا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل إلينا الكتب، ولأجل ذلك خلق الله السماوات والأرض، وقام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة إلى سعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. والعاقل الموفق من يهتم بما خلق له ليسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. والله عز وجل قص علينا من قصص المرسلين ما يدلنا على هذه الغاية، وما من قصة قصها الله عز وجل إلا وفيها عبرة وعظة، وفيها دروس في بيان التوحيد واستحقاق الله جل وعلا للعبادة. وإن مما قصه الله علينا قصة يونس عليه السلام، وفي القرآن سورة باسمه. قال جل وعلا فيها: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وذكر الله عز وجل في قصته قال سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فالله جل وعلا ذكر قصة يونس وأنه أرسله إلى أهل نينوى بالموصل فدعاهم إلى التوحيد زمانا طويلا فعتوا عليه وتجبروا ولم يؤمنوا به فأنذرهم العذاب بعد 3 وخرج من عندهم وخرج من بينهم. فلما انعقد العذاب ضجوا إلى الله عز وجل وتابوا وأنابوا إلى الله وبكى الرجال والنساء والصغار والكبار والبهائم وأصابهم من ذلك أمر عظيم. فلما علم الله عز وجل صدق توبتهم وصدق إنابتهم رفع الله عنهم العذاب. ولذلك قال جل وعلا: فلولا كانت قرية آمنت، قيل بكمالها، يعني ما في قرية آمنت بكمالها إلا قوم يونس، وقيل ما في قرية آمنت حين انعقد ما في قرية آمنت فنفعها إيمانها بعد انعقاد العذاب إلا قوم يونس. وإلا فكم ممن إذا جاءه العذاب آمن فلم ينفعه إيمانه، كما قال الله عز وجل عن فرعون لعنه الله، قال جل وعلا: حتى إذا أدركه الغرق، وهذا عذاب، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله عز وجل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فما نفعه الإيمان حين جاء العذاب. وقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. إذن ما في قرية نفعها إيمانها حين انعقد العذاب إلا قوم يونس، آمنوا بكمالهم فرفع الله عنهم العذاب لعلمه بصدقهم وبصدق إيمانهم. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. رفع الله عنهم العذاب ومتعهم في الدنيا، وهم إن شاء الله في الآخرة من الناجين لما حققوا من إيمان. ودي يا جماعة فائدة، إنه ما بينجي من الكربات ومن الشدائد في الدنيا ولا في الآخرة إلا التوحيد. بدون توحيد نجمف.
وبدون توحيد العذاب ما بيرتفع. الآن هذه عقوبات نعيشها اليوم ما لم نرجع إلى الله ونتوب إلى الله ونستقيم على التوحيد. الأمر ده ما بيتغير، بيتغير. بلد ملانة شرك، ما لم يكفر الناس بهؤلاء المعبودين الذين عبدوهم الناس من دون الله كالبرع والمكاشف والكباش والبدر والركين والجعل والشايق والحسن والتجاني. بلد ملانة كل منطقة عندها واحد. ما لم يكفر الناس بهؤلاء ويؤمنوا بالله وحده الوضع ما بيتغير والعذاب ما بيرتفع، مع انه هذا ما هو العذاب الحقيقي، وانما هذا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وذكر الله جل وعلا أن يونس عليه السلام أبق إلى الفلك ولم يذكر الله ذنبه. الله ما ذكر ذنبه ليه؟ نحن ما محتاجين نعرف ذنبه شنو، المهم خرج، والله عز وجل عاقبه بذنبه ليعلم الناس أن الأمر بيد الله، مع أنه من المرسلين. ربنا قال وإن يونس لمن المرسلين، أصل ما في شك إنه من المرسلين، وربنا أثنى عليه كما أثنى على إخوانه من المرسلين، مع أنه من المرسلين لكن مع ذلك مضت عليه سنة الله وأنه عبد. فكيف يقول لك ده ولي يا مولانا؟ ولي يا أخي، ده نبي رسول. ربنا بين أنه عاقبه وأنه حبسه في بطن الحوت وما نجاه إلا بالتوحيد. وإن يونس لمن المرسلين إذا أبق إلى الفلك، فلك السفينة المشحون بالناس وبالبضائع، فلما أراد الله عز وجل أمرا هيأ له أسبابه، تضايق الفلك بمن فيه وأيقنوا بالهلاك، فصدر منهم اقتراح، قالوا نعمل قرعة ويتخفف واحد، فساهم أي فاقترع، فكان من المدحضين من المغلوبين، كل ما عملوا قرعة وقعت عليه، فتأكدوا أنه هو المراد فألقى بنفسه في البحر لأمر يريده الله، فهيأ الله له حوتا عظيما فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني ملام على فعله هذا وخروجه هذا، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين، لولا أنه كان من المسبحين. فالله جل وعلا أمر الحوت أن يحفظه ولا يأكل له لحما ولا يكسر له عظما، أمر من الله، حفظ. فوجد نفسه في بطن الحوت، وفي بطن الحوت كما قال أهل التفسير سمع تسبيح الحيتان في البحر وسمع تسبيح الحصى فخر ساجدا لله في مكان لم يسجد فيه بشر، ونادى من؟ ما نادى أبواته. واحد مسكين يقول لك أنا بنادي أبواتي، أبواتك أبواتي أولياء صالحين، ده أبواته أنبياء ومرسلين، ده من سلالة إبراهيم عليه السلام. ربنا قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. أي نبي بعد إبراهيم من شنو؟ من ذريته. ما قال يا أبواتي الحقوني، ما بيلحقوا هنا ما في ذل بيلحقوا. ربنا قال فنادى من؟ نادى رب العزة والجلال لعلمه
أن الله يسمعه، ولعلمه أن الله يبصر مكانه، ولعلمه أن الله قادر على إنجائه. نادى ربه إذ نادى ربه فنادى في الظلمات. ربنا قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. ومع كل هذه الظلمات سمعه السميع القريب المجيب الذي يسمع جميع الأصوات على تفنن اللغات وعلى اختلاف الحاجات، ولا يشغله سمع عن سمع ولا يعجزه شيء. وعشان كده أي زول بينادي الأولياء ده ما بيعرف الله والله جد، وما بوقر الله وما بيقدر الله. يقول لك يا مكاشف، مكاشف يكشف حالك، مكاشف ده الله. يا برعي، باري واحد في الزاوية هنا قدامنا، يا برعي، برعي خلقك يا زول؟ هذا ما ظلم ودي ما جريمة؟ ده بيسمعك وده ميت، وهو كان حي ما بيسمعك ذاته. لكن ده يوريك البلد دي المعطلة شنو. فذا النون عليه السلام عرف الله فناداه، فنادى في الظلمات. بأي نداء نادى بالتوحيد. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا يستحق العبادة إلا أنت، سبحانك أنزهك يا الله عن الشريك وعن المثيل وعن النديد وعن الصاحبة وعن الولد، سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا رسول من رسل الله يعترف بظلمه. وأنا وإنت الحمد لله أولياء. أبوي الولي، أبوك ولي يا زول، أنت مسكين ولا شنو؟ أنت ما تعرف دينك؟ لكن الصوفية خدعوا الناس وغشوا الناس. أول حاجة وأخطر حاجة عملها الصوفية أبعدوا الناس عن القرآن. ما يفهموا، يقروه يحفظوه لكن ما يفسروه ولا يتعلموه ولا يتدبروه. ولو علموه ما تمسكوا بالصوفية. والله لو أن إنسان عاقل تدبر القرآن يوم واحد والله ما يكون صوفي، والله ما يكون صوفي. بس يقرأ القرآن ده بتدبر ويتأمل فيما قصه الله جل وعلا من قص المرسلين. مرسلين دول كلهم عباد لله، كلهم عبيد. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. استجاب الله دعاءه. ولذلك ذكر أهل التفسير أنه لما نادى بهذا النداء سمعت الملائكة هذا الصوت. ملائكة التقطوا الإشارة، لأن التسبيح وكل ما يعمله العباد إنما وكل به ملائكة يكتبونه. ملائكة سمعوا الصوت التقطوا الإشارة، قالوا يا ربنا صوت معروف لعبد معروف ولكن لا نعلم أين هو، محله ما عارفينه، فوق الأرض ما وين. فقال لهم الله عز وجل ذاك عبد يونس حبسته في بطن الحوت. سبحان الله. من تأمل أنه ترك قومه ولم يصبر عليهم وركب، فأراد الله له أن يرجع. ما تخلي الدعوة، أرجع. يرجع كيف؟ خلاص ركب السفينة مشى، الله بيرجعه. من جوا البحر رجعوه، رجعوه بمركب؟ لا ما بمركب، رجعوه بحوت. يلتقم الحوت وينبذ بالعراء، فضاء ما في أي شيء. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قال أهل التفسير كالفرخ إذا خرج من البيضة في غاية الضعف. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، القرع.
ورقة ناعم ما يأثر عليه، الذباب ما يصل إليها، ثمرتها توكل نية وناضجة. وأرسل الله له بقرة وحش تسقيه من لبنها، رعاية وعناية من رب العالمين، ليعلم الناس أن الله لا يعجزه شيء. الناس الآن شغالين بالحسابات يا مولانا، حسابات أرضية، لكن في حسابات ربانية تعجز عقول البشر. هيأ الله له الأمر وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون، قيل 120 وقيل 140,000 فآمنوا به اصطفاء من الله له وليكونوا في ميزان حسناته. نعم، جلقاهم خلاص سلموا، فدعاهم فآمنوا جميعهم فكانوا في حسناته، وهذا من تدبير الله تبارك وتعالى له. قال جل وعلا: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فالله جل وعلا تاب عليه وأناب إلى الله، ورفع الله قدره ورفع درجته، ولا يحق لأحد أن يتكلم فيه. وقال جل وعلا: فنجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي أهل التوحيد من كل كرب. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذه الدعوة ليونس خاصة؟ قال: ليونس خاصة وللمؤمنين عامة. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: فنجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين. ما من مكروب يقع في كرب فيدعو بدعاء ذا النون إلا فرج الله عنه. دعاء ذا النون ده شنو؟ كلام؟ ما كلام. لا إله ما باللسان، لا بالقلب، جوا من جوا. الناس الآن بيقولها بلسانهم، يقول لك نحن بنقول لا إله إلا الله. وعقيدتك في منو؟ والله أنا تجاني تقول لا إله إلا الله، ما بتنادي أبو العباس نغطى لا إله إلا الله، بطلت في حقك. وإنت ختمي بتنادي الختم، بطلت لا إله إلا الله. وإنت سماني بتنادي الجيلي والبرعي والياغوت، بطلت في حقك. وإنت ركيني بتنادي الركيني، وإنت لا إله إلا الله، بطلت فسدت. كالوضوء إذا حصل بعده حدث. يا مولانا زول يتوضأ أحدث يقول لك صلاته باطلة. زول قال لا إله إلا الله ودعا غير الله يقول لك ما تشددوا. تاسي مشدد مالك؟ بطلت صلاة الزول مالك؟ حبة حدث تبطل بها صلاة الزول، والشرك عظيم قدر ده ما يبطل الأعمال، ده كل الخداع والغش. لا إله أي لا معبود. ولا بد يا جماعة للدعاة لأداء الأمانة الذي ائتمنهم الله عز وجل لها، أن يبينوا للناس معنى لا إله إلا الله بلغة اليوم، ما باللغة العلمية. تقول لي لا، يقول لك لا إله إلا الله معبود بحق إلا الله، ما بيفهموا لك الكلام، ما بيفهموا لك. لا إله إلا الله قل لي لا مكاشف يعبد مع الله، لا ركين يعبد مع الله، لا ياقوت يعبد مع الله، لا التوم زول ياتو بشوف زوله. قل إذا أنت بتكفر بزولك ده أنت قلت لا إله إلا الله، ما بتكفر به وأنت ما قلت لا إله إلا الله، ما تغش نفسك. لا أنا بقول لا إله بصلي، أنت بتقولها بلسانك لكن في قلبك ما في قلبك ما في. وإذا ما في القلب ما بتنفع. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد من قومه
اللفظ ولا المعنى؟ اللفظ ولا المعنى؟ المعنى. ولو أراد اللفظ لقالوها واستراحوا ولما قاتلهم، لكنهم لما علموا أنه يريد المعنى أبوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى تعجبوا من معناها ولا من لفظها. قالوا له وأبيك لنعطينك 10. إذن الناس تعرف الحقيقة. البينجو بهذا الدعاء من جاء بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك، يعني أنزهك عن الشرك. إذا قلت لا إله إلا الله وما نزهت الله عن الشريك ما قلتها. ولذلك لا بد من تنزيه الله، ودي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي إلى عبادة الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله تنزيه، وما أنا المشركين براءة. يبقى دي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان ما تخش نفسك ونحن والله على الطريقة وكل الطرق تؤدي. يا زول كل الطرق ما بتؤدي إلى الجنة. طريق الجنة واحد، وهو طريق الأنبياء والمرسلين الذين اختصهم الله جل وعلا. أسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. معاشر المسلمين، هذه القصة قصة عظيمة ليعلم الناس أن الأمر كله بيد الله، وأن الرفعة إنما تكون بالتوحيد، وأن من خالف التوحيد شقي في الدنيا والآخرة، وأن من استقام على التوحيد سعد في الدنيا والآخرة. فهذا ما يحفز العبد على الإيمان والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة والإنابة. فإن العبد قد يذنب، ولكنه إذا تاب الله جل وعلا عليه ورفع قدره ولا يؤاخذه بما مضى من ذنبه. هذا فضل الله جل وعلا، وهذا من أعظم بركات التوحيد. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله وأن نستغفر الله، وكلنا ذنون، كلنا مذنبون، كما قال جل وعلا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وهؤلاء رسل الله عز وجل يتعلقون بالله ويدعون الله رغبا ورهبا، فلنتأسى بهم ولنعلق قلوبنا بالله ولنفزع إلى الله، فإنه قريب سميع مجيب على كل شيء قدير، وهو الرحيم الودود الذي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده. فنسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا البر والتقوى، إنه سميع قريب وبالإجابة جدير. هذا والله أعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.